هاي بنات، كيفكن؟ اليوم بدي احول الميك اب البسيط السمبل يلي بنعمله كل يوم لميك اب بنقدر نروح فيه على السهرة بس من خلال 3 ستابس. إذا حابين تشوفوا كيف تابعوا الفيديو للآخر. أول خطوة رح نعملها رح ناخد اي شادو. أنا حاخد هيدي الباليت من لوريال باريس، هي للسموكي ايز. رح اخد اغمق لون فيها يلي هو اللون البني، رح احطه بس فوق كسرة عيني، يعني على العظمة يلي هون. بهاي الطريقة رح مدها لجوات عيني، إذا حابب ظهره شوي لبرا بس مش أطول من حواجبي، يعني ليضل مرتب ونظيف. وهلأ رح اخد اللون البرونز الفاتح بقلب هاي الباليت، رح احطه تحت عيني دغري، تحت جفني كمان. زيت الشي رح اعمل بتاني عين، رح اخده على مدمع العين، واللون اللي شوي جاي على بني مع برونز رح ادمجه مع الهايلايتر وحطه على الجفن المتحرك. أنا أصلاً قبل ما بلش بهيدا الميك اب كنت حاطة فاونديشن وعاملة شوية كونتورينج لحتى بين عيني أكبر من ما هي، لأن أنا عيوني صغار وعيوني شوي مبطنين. فإذا أنتوا عندكم زيت العيون ما إلكن غير القلم الأبيض تحطوه بقلب عينكم وتظهروا فيه شوي لبرا، هيك بتكبر العين. وهلأ تاني ستيب رموش الاصطناعيات. اكيد رح اخذ رموش اللي انا نقيتهم اليوم. كل الادوات اللي عم بستعملهم رح اكتب لكم اياهم بخانه الوصف يلي موجوده تحت. هيدا الرمش اللي انا استعملته كانه محطوط بقلبه ايلاينر قد ما هن كتير سود، وهيدا الحلو فيه. انا كتير بحب اعتمد هيدول الرموش بالسهرات. ثالث ستيب بدنا نعمل الحمرة. رح نقي أنا لون البني الغامق، رح أعمل كونتور بأول لون من 17. هيدول الشفاف أنا بسميهم شفاف تويتي لأنهم بيجوا مقلوبين لفوق ولتحت. وبتاني لون من بروفوك رح أعبي اللون. ولحتى يبقى الميك اب ثابت معنا كل الليل أكيد بننقي مثبت من ماركة كتير يعني منيحة، لأنه المثبت ما لازم يكون من ماركة عادية. فأنا رح آخد هيدا المثبت من ماك، وبهيدي الطريقة ببعده عن عيوني وبغمض دم شوي وبرش. إذا حبيتوا هيدا الميك اب وعندكم أي استفسار أو أي سؤال ما تنسوا تسألونا أسئلتكم بخانة التعليقات اللي موجودة تحت. سبسكرايب لماي تشانل ذا بي جازي تشانل، وفولو على السناب شات، انستغرام وعلى الفيسبوك.